فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. يا أخي ظلم الناس مثلا، ما أبدأش أنا أقبح فيه وأتكلم في حقه وأتكلم في أهل بيته وأسرته وعائلته وهو كان ما يا أخي، من أين تعلم الناس هذا الجرأة والوقاحة وقلة الأدب؟ ليش المكاية هذه يعني ضع نفسك أنت بمكان تماما وإن الناس تكلموا عليك وزاد الله المواقع التواصل الاجتماعي هذه حنبة أقسم بالله إني حنبة. يعني لو الواحد عالم حافظ خطيب إمام يعني سبحان الله بدر منه شيء كيف تعمله؟ وقد يضبح أبوه دحين يقرحوا قلبه وخلي وليه يموت ولا ينتحر. ايش قالوا؟ خاتمة سوء. الله أكبر عليك أنت ذي مكأت جراحه وخلت الولي موت نفسه وأنت سبب. ما كانش ينبغي ولا يصح ولا يعقل ولا من المنطقي أنك تسمع واحد أحيانا يتكلم في حق أحد وأنه كان يعني حافظ وأنه أصبح غني ايش المشكلة؟ قاطع حسوا ولا ولي خيره. لما هذا بقي ثاني هذا الحين كان من طلاب التعذيب ونبشوا لك التاريخ السابق كله ويوم جاءوا كرموا وليش كرموا كان يعني وانا كنت اظن تصور بعضهم يقول لك وانا كنت اظن واتوقع انه ستكون هذه خاتمه. يا تقول لا اله الا الله عيب عليك. ايش درك انت بالموضوع؟ خبر يا اخي هذه كلها بيد الله. ما حد يتكلم في حق الناس ولا في حق احد. من الذي جوز لك ان تتكلم في حقه تماما وتغتابه وتتكلم في عرضه ولا بحق ما يجوز لا شرعا ولا عقلا ولا عرفا ولا تسمع بأمة محمد ولا بمواقع التواصل الاجتماعي ولا تسمع بالناس كلهم أن الرجال أنه انحرف. إن شاء الله سيغفر. أذكركم بإذن الله تعالى تجي على الإنسان أحيانا لحظة غفلة ويستيقظ ويفتح. في ناس نطلوا أشد. أنا كنت أحيانا بأغني ناس نطلوا أشد دخلوا كواكي قال أصحاب صنعاء كواكي دخلوا كواكي دخلوا بأغس يعني مش مشكلة. لكن لا تصوروا أين نطرح النص لا تعين الشيطان على أخيك لا تعاونه. لا إن شاء الله فيه خير وما زال فيه خير وإن شاء الله إلى خير ويرجع بإذن الله ويصلح وضعه وأمثاله وكثير. وقنوات الإعلام أيا كانت قنوات الإعلامية والقنوات الفضائية حقنا كلها بعيد عن مسألة التحليل والتحريم ونتكلم في مسألة حلال وحرام وهل يجوز الاستماع إليها. خلينا على جنب. ما جينا نأصل لا من الناحية العقلية مش النقل من ناحية العقل. تعالوا نسأل أنفسنا خلال هذا السنوات الطوال من يوم بدأ الإعلام وانتشر التلفزيون هذا والقنوات الفضائية ما الذي قدم الإعلام من جديد؟ أيا كان أي قناة الفضائية اليمنية والسعيدة سهيل يمن شباب المهرية عدت لها قناة اليمنية البلدي ما الجديد الذي قدموه للوطن والمواطن؟ ما القضايا التي تم معالجتها وعالجوها إعلاميا وسبرت ومشاكل واحتلت؟ هل بهذا العمل وهذه الدراما الله الدراما اليمنية هذه؟ طيب الدراما اليمنية هذه يعني ما الذي قدموه؟ يعني شوية ممثلين وممثلات وبعضهم اختلاطوا مع بعض جلسوا مع بعض وبعضهم يعني مزوجة وطلاق ويجي لك من الخبر إن شيء معك باقي مهره ضاع الخبر عن عدم الخبر. حتى ولما يكونوا حتى هم في الغرفة أو في الاستوديو للتصوير باقي معك المنتج والمخرج ووحدة الصوت والمصورين. الغرفة مللة هنا مش خاصة هي الأخ الممثل لا بالعكس باقي معك بالغرفة لا المصورين والمخرجين والإضاءة والإنتاج ووحدة الصوت ويجي لك يعني كل واحد يشتري تحت مسمى الإبداع. الله على الإبداع
يلا بدع بلونه، بدع بلونه اللي قال ايش ينفعك ودخلك الاعلام وتوقع ممثل وممثله. سمعتوا انتم كلام واحد من الممثلين لما سالوه الدراما اليمنيه يعني هل هي رساله اشقر؟ لغمه طلبة الله والله لا 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 عادي رساله ولا عادي قضيه نكل بس. واللي يصبر سبب يبطل بطل وذا ينحرف انحرف، لكن على الاقل من باب السلوكيات والاخلاقيات لا يظنون مثلا احيانا يظنون اصحاب الاعلام مثلا والقنوات الفضائيه ايا كانت يعني على سبيل ما نسميهاش وما يقول فيها نوع من التحامل على القناه اي قناه انتم حينما تفعلوا هذا العمل ما بيتغايظوش يعني وتزعلوا العلماء والعديني وغيره. انا بالعكس انت الحين تسئ لمن اسأت لنفسك واسأت لجمهورك واسأت لبلدك اخلاقياتك، وحتى الممثلات يعني ما بش معها لا ضابط ولا معها ولي ولا معها راعي ولا يقول يا بنتي عي ولا ما يصلح ولا ما يوقع ما بش خلاص يعني يسافرين يدخلين يخرجين يسيرين ويجين ومن بلاد لا بلاد ايش تعملين؟ قالوا يعني الممثلة والله يا تمثل في الوطن يعني تقدم للجمهور اي شيء رسالة. والبعض يقول اشوف هذه فنانة مصرية